وللأسف بين الولادة والموت بتحصل شوية مواقف تفرحك، تضايقك، بتخسر ناس، بتكسب ناس، بتبقى في نص بحر ومش عارف هل هتعوم ولا هتغرق مكانك. كل شخص في الدنيا دي جه وساب فيها أثر ما كانش عارف إنه هيسيب. كل الفكرة إنه كان بيحط هدف ورا التاني ورا التالت لحد ما فجأة اتحول لقصة نجاح رهيبة بيتضرب بيها المثل. وفي الفيديو ده في واحد أنا بحبه شخصيا مع إنه ما يعرفنيش ولا سبق إن اتقابلنا أو حتى اتكلمنا. الشخص ده يبقى محمد أبو النجا نجاتي. أنا هتكلم كأني هو، فملحوظة صغيرة كده قبل ما نبدأ الفيديو. لو الفيديو ده انتهى ومقررتش إنك تتغير للأحسن وحالة الإحباط والاكتئاب اللي عندك ما راحتش، فللأسف انت مش مقدر ليك انك تبقى واحد من الناس اللي هتعلم في الأرض دي. وهيتقال جه ومشي ويا ترى عمل ايه؟ ولا أي حاجة ولا أي حاجة ولا أي حاجة. السلام عليكم، اسمي محمد أبو النجا، خريج هندسة 2009، شغال حاليا في كريم. أنا جاي النهاردة عشان أقولك إن المعافرة أوقات كتير جدا بترجع لك نتائج مبهرة كنظرة فخر من حد بتحبه، شغل في مكان ما كنتش تحلم بيه. والنهاردة قصتي بتتحكي لك عشان تاخد منها العبرة وتعرف إن مش شرط عشان تبقى ناجح لازم تبقى سوبرمان أو بطل عنده قوة خارقة ومختلف عن البشر. وللأسف ده اللي أغلب البشر فاهمينه، إن الناجح في حياته لازم يبقى عنده قوة خارقة. طيب أنا أهو، شفتني بطير؟ طيب بختفي؟ عندي ليزر في عينيا؟ ولا يا ترى بطلع نار من بقي؟ كونك عايز تبقى ناجح ده بيعتمد على طريقتك في التفكير وتخطيطك لمستقبلك، زي البلاي ستيشن بالظبط. وظيفتك فيها انك تعمل خطة كويسة وتتحرك تحركات مظبوطة عشان تجيب الجول. وبما اننا داخلين على 2018 وكده يبقى فات 9 سنين على التخرج من الجامعة بالنسبة لي، فدي نصيحة للناس اللي لسه هتبدأ حياتها العملية أو في أول سنوات التخرج. أول ما اتخرجت الناس انقسمت ل3 أقسام، اللي بيشتغل مع أهله ودول قسمين. أول قسم بيشتغل من أول يوم وده عادة بيكمل كده باستثناء عدد قليل قوي، والقسم التاني بياخد خبرة بره سنتين ولا حاجة وبعدين بيروح شغل أهله وعادة ما بيشتغل حاجة تانية جنب الموضوع ده. تاني قسم اللي بيكون عارف انه هيسافر وده قسمين برضه، قسم بيشتغل سنتين في مصر ويعمل MBA او اي شهاده تانية وبيسافر، والجزء التاني عاده بيكون مع جنسيه تانية وبيطير على طول وعاده ما بيجي اجازات بس. القسم التالت اللي هو انا كنت فيه ما كانش عندي فرصه اشتغل مع اهلي ولا مع جنسيه تطيرني ولا عندي حتى المساحه والوقت اني اخد شهادات واسافر. انا كنت بشتغل حاجات كتير وانا في الجامعه، ببيع عربيات، بعمل خيم رمضان، بعمل مجالات وهكذا. كان كل شايفني مش ناجح دراسيا قوي برغم اني كنت هندسه بس ما كنتش بركز قوي في الموضوع ده. بس ده هو شغلي الفعلي من بدري. اول ما اتخرجت اشتغلت في ريال استيت وده كان حلم اي واحد قاعد في مصر عشان فلوس كويسه وساعات عمل سهله. اشتغلت سنتين فيها مع شخص بحترمه وبحبه جدا، علمني حاجات كتير اهمها ان اهم حاجه سمعتك وقدرتك انك تقع وتقوم، وانجزت جامد جدا فيها واتحركت منها على شغلانات تانية كتير جدا في نفس الشركه لحد ما جت ثوره 2011 وبخ مشيت. ما كانش قدامي غير الشغلانه اللي انا بعرف اعملها ومش محتاجه شركه، الخيم بتاعه رمضان. فعملت خيمه في رمضان انا واتنين صحابي وكسرت الدنيا، فكملت في المجال ده وفتحت كافيه وعملت خيمه تانية رمضان اللي بعده، واسست شركه مع شخص بثق في فكره وقدراته ودخلنا اخواتنا فيها كمان. وبعد سنتين لقيت ان عندي وقت فاضي الصبح وكانت عجباني فكرة فوري، وكان عندي مشاكل شخصية وعملية محتاج ان اشتغل واتعلم في حتة كويسة. فقررت باستشارة شخص بثق فيه جدا وشريكي في الشركة اللي انا اسستها اني اروح اقدم في فوري واحاول اعمل شغل حلو هناك. قدمت في فوري واتقبلت هناك الحمد لله وابتديت اشتغل 2013. تعبت قوي في الاول عشان كان بقالي سنتين ماليش مدير، كان عندي مديرة ومديرة مديرة ومدير مديرة مديرة، فعانيت في الاول لحد ما اتعلمت اني لازم اكمل السكة للاخر. مديرتي علمتني حاجتين، اولهم الزن بيجيب اللي انت عايزه، ومديرة مديرتي علمتني التنظيم، ومدير مديرة مديرتي علمني ابيع ازاي حاجة كبيرة، وكمان ان العلاقات بالناس مهمة جدا. في 2014 اتنقلت على مشروع جديد محدش كان ابتدى فيه لسه، ومع مديرة جديدة علمتني حاجات كتيرة منها الصدق وانك لو مش واضح هتنتهي، وكان معايا تيم ليدر علمني احترام المواعيد وحاجات غيرها كتير. ومن الحاجات اللي عمري ما هنساها وبرضه حصلت في 2014 وده كان انجاز كبير بالنسبه لي، وانا شغال في فوري كنت بحاول ابيع خدمه لشركه نستل، وكنت كل شويه اكلم حد من صحابي اللي شغالين هناك واتعشم قوي ان هم يوصلوني بحد هناك او حتى حد منهم يخلص الموضوع، بس للاسف كانوا كلهم بينفضوا لي ومحدش فيهم بيعمل لي حاجه. فضلت حوالي سنه بحاول ومفيش فايده لحد ما في يوم
كنت في مكتب أستاذي ومديري وقتها محمد عكاشة، قال لي ده رئيس نستيلا سيوريش هيعمل ورك شوب في الأمريكان تشامبر، ما تروح تجرب معاه. استغربت من إنه بيقول لي كده مع إني بقالي سنة بحاول في الموضوع ده ومفيش منه فايدة. وكنتش عضو هناك، فكلمت صديق ليا وخليته حط اسمي في المحاضرة ورحت حضرت. الراجل دخل الحمام من هنا، رحت رايح مستنيه وهو خارج وشرحت له الخدمة واقتنع واداني الكارت بتاعه. تاني يوم بعت له ايميل وربنا كرمنا الحمد لله وتعاقدنا معاهم في خلال شهر من اليوم ده. في 2015 مديرتي مشيت والتيم ليدر انفصل عني، فمسكت إدارة لوحدي تحت المدير العام واتعلمت حاجات كتير جدا أهمها التخطيط زي ما قلت لك على البلاي ستيشن. أنا حاليا في فترة انتقالية جديدة، بسلم الإدارة فوري وقدامي أسابيع وأغير مجالي ومش عارف الفترة اللي جاية دي هتقدم إيه. وزي ما ربنا قال في كتابه الجليل فأنا لسه مش عارف لو ال7 سنين اللي فاتوا دول هما العجاف ولا السنبلات الخضر. ربنا ليه حكمة في كل حاجة، بس أهم حاجة إن في حقيقة واحدة بس، إن الناس بتموت، بس الفكرة في الحياة إنك تتعلم منها. ده كان كلامي في مرحلة الانتقال بتاعتي. شفت بقى إن أنا كان بيجيلي إحباط ساعات. أنا دلوقتي شغال مدير علاقات عامة في شركة كريم. خلاصة حكايتي بقى، لو انت قتيل على حاجة هتوصل لها، حتى لو انت مش متخيل ان ده ممكن يحصل، بس ربك بيكرم اللي بيسعى وعلى أهون سبب. دايما هتشوف الحلو اللي عند الناس والوحش اللي عندك، عشان دي طبيعة البشر واحنا مسيرين مش مخيرين. وانا كتبت النجاحات بس اللي في حياتي، عشان الفشل عايز يومين كتابة. وانا كأبت ناس كتير الفترة اللي فاتت، بس انا دلوقتي مش عارف هل اللي جاي هيبقى محمد محي ولا حياة سهلة وبسيطة. بس كده.